ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ رجعت لكم بعد غياب 3 اسابيع او 4. عارف يا جدعان والله اني مقصر فشخ، بس اعمل ايه طيب؟ بلا صياح ارجوكم. بصراحه كده ومش هخبى عليكم، بلاقي الناس بتتفرج وتضحك لكن ما بتحطش لا لايك ولا تشترك في القناه. يا جدعان ليه يا جدعان؟ في ايه يا جدعان؟ ولا حتى بتعمل لي كومنت تقول لي عاش يا باندا، قول لي يا عم الفيديو وحش، قول لي كده في الكومنت يا عم قول اي حاجه يا عم. صلي على النبي ولا نبدا الفيديو. زي ما شفت في عنوان الفيديو والصوره المصغره، هنجرب الفيديوهات اللي هي بالنسبه للناس جامده، نزلوا عنها ريسبكت على التيك توك، فهي بالنسبه لهم بقى اللقطات دي بقى ريسبكت بقى ومفيش منها اتنين بقى، وفاهم ازاي؟ انا هعملها عافيه ذوق، هعملها. وفي اخر الفيديو في تحديات هعملها ليكم واعملوها انتوا لو عرفتوا، وقول لي في الكومنتات كام حاجه انت عملتها. بسم الله ويلا نبدا. هي الدنيا امر الله. اول تجربه هنجربها هي دي، ان واحد معاه الرقصه اللي تحس انها بتعوم دي، وواحد تاني بيبش عليه عشان يجي، فهو عمل الرقصه ودخل جوه الحيطه وجابه هيد. باندا ما يسكتش، يجيبوا هيدين. يلا تعال نشوف. ماشي، اخدها رجلي. يا ابويا عالجوده. عشان اسيد التحدي اكتر جربتها برقصه تانية. تعال نشوف كده، وكمان مش بشوتجن، لا بقوم كمان. عندي 33. اللي بعده. الفيديو ده واحد راح يصحي صاحبه مره واحده، عمل الرقصه دي وعدى من تحت العربيه دي. صراحه مش عارف دي هتظبط ولا لا، بس يلا نجرب. يلا يلا يا ابني، مين اللي بيسوق؟ سلطع هو اللي بيسوق يا ابن الاخ. يلا يلا اجين. تعالى ده تعالى. طب انا عندي فكره ثانيه، لا يا حبيبي، لف ثاني لف. تعالى عدي عليا، انا هنام في الارض. ابعد يا ده عشان ما تموتش. ابعد عشان ما تموتش يا ده. مفيش غيرك هيصحيني. تعالى يمكن ما تجابش. حاول تخليها في النص، فاهم؟ في النص. دين امي. كمان مرة. تعال نام ورايا. نام ورايا ده يا نام ورايا بالظبط. ثانية ما تخش. ايوه كده. انا خايف المره دي ما تظبطش وشوط كنتوا الاثنين. لا حاول تظبط. تعالى انت التاني، تعالى. والله جامد. انا خايف. احمد يا ابن نص. حسبتين امي التوبه. عملتين امي. بصراحه يا التجربه فيها احتمال كبير فوتوشوب، بس انا مش فوتوشوب، انا ما ظبطتش زاويه الرقصه. هبعدها في فيديو جديد يا جدعان، لان انا حوار الروم ده حوار صعب فشخ يا جدعان، ما لقيتش حد اصلا يعمل معايا الروم، فبس كده. اللي بعده طبعا دي واحده نطت من فوق البيت جابت هيد شوت. انا مش عارف هي سهله ولا مش سهله، بس يلا نجرب. بعد النفس لقيت نفسي وقعت، رحت طلعت وكررت نفس الحوار. طبعا ده هو انا بعد محاولات عديده وباءت بالفشل. قلت اجرب بقى في المنطقه دي يمكن تظبط. تعال نشوف. يا سلطع ما تبدنش ديك والله بتظبط صح يا باشا، صح، لكن مش عارف. طب ممكن تضرب بدري عشان لو نزلت هتقع، مش هتعرف تضرب. اللي علمها لك مش عارف اطلع تاني يا ابني. جايلك يا صاحبي. انها اول ما بتضرب هتلاقي ما بيضربش وقت تقع. مال اهو. والله انتوا ناس عسل. فقلت والله ما هسكت، اشمعنى هو يعني. رحت بقى كلوك، عملت زي ما الواد عمل في الفيديو بتاعه. هي سهله يا جدعان، امال في ايه؟ طبعا زي ما قلت لكم في اول الفيديو هقول لكم على شويه لقطات انا عملتها، لو عرفتوا تعملوا زيها يعني يبقى انتوا جامدين فشخ، لان اللقطات اللي انا اعملها صعب انها تتكرر تاني اصلا. لو انت بقى عملتها صورها وبعتها لي على الانستجرام، اهو ده اسمي على الانستجرام، اعمل لي فولو وابعت لي الفيديو ووريني بقى انت عملتها ازاي، وهطلعك معايا في الفيديو الجاي. واللي عنده لقطات ريسبكت يبعتها لي برده على الانستجرام نعمل عنها فيديو. اتحدى اي حد يتوقع زي ما انا توقعت كده. ازاي؟
كانش سأل السؤال ده اصلا. فكك يا عم. ناس الوقت هذا ما له خلق فهم ولا لا خلق سوى اي شيء. بص ده هيموت بص. ده هي راح يموت. ما راح يموت يعني. تتحدى. ده هي ما راح يموت. وانا بقول لك ان كان مسبح خضار اساسا. ده هي راح يموت. ده هي مات صح؟ توقعات عندي برو ماكس يا جدعان. هنا بقى اتحدى اي حد يجيب هيد اوب زي اللي انا جبتها في الواد اللي على السلم ده. يفتح واحد صعب انها تتكرر تاني. نخش بقى على التقيل. نخش بقى على ايه؟ على التقيل. تعرف تجيب كلتين ورا بعض هيد شوت بالاس ام جي مس زي اللي انا هجيبها دلوقتي كده؟ مستحيل صدقني مستحيل. طب تعرف تجيب هيدات نص كوب زي كده؟ اوه بص والله دي يا عم. يا لهوي هو غدر. اعملها لك دلوقتي في الروم على الطريقه اللي اعمل منها 3 مش واحده. مش عايز اقول لك بقى ان الحوار ده كله محتاج مونتاج منك جامد فشخ ورايق فشخ. تنزلها على التيك توك وتمنشن لي او تبعتها لي على الانستا، واحسن 3 هيمنتجوها هطلعها معاهم في الفيديو الجاي.